اسمي صباح وعندي 40 سنة وما اتجوزتش، وده كفيل يخلي الناس اللي حواليا وأهلي يشوفوني غلط. ومش بس كده، ده موضوع كل قعدة، بقى كل زيارة، بقى كل كلمة، لدرجة إني بقيت بكره حاجة اسمها جواز. كنت في يوم قاعدة أنا وأمي في البيت لحد ما الباب خبط، قمت فتحت لقيت أم حسن، ست كبيرة وصاحبة أمي، دخلت وسلمت وقعدت، وبعد السلامات والكلام العادي فتحت نفس الموضوع اللي أنا زهقت منه. حاولت أتحمل بس ما قدرتش، وقمت أعمل شاي ودخلت المطبخ علشان أهرب، مش علشان الشاي. دخلت وأنا بحط المية سمعت صوتها وهي بتقول لأمي اللي في صباح ده مش طبيعي، البنت حلوة وجميلة وألف راجل يتمناها. أمي ردت بقلق، أمال إيه السبب يا أم حسن؟ سكتت لحظة وبعد كده قالت جملة خلت جسمي أشعر، إيدي وقفت في مكانها وقلبي دق بسرعة. أمي قالت بخضة يا لهوي، ومين يعمل كده في بنتي؟ دي طيبة وبتحب الخير للكل. ردت أم حسن وقالت نروح لعرفات، هو الوحيد اللي يقدر يفك العمل. أمي قالت الراجل ده محدش بيرتاح له في البلد وسمعته مش كويسة. أم حسن قالت ملناش دعوة، احنا عايزين اي حد يشوف بنتك معمول لها عمل ولا لا. انا دخلت عليهم بصينية الشاي وحاولت ابين لهم اني ما سمعتش حاجة، لكن جوايا كان بيغلي. وفجأة الباب خبط، رحت فتحت، كان ابويا راجع من الغيط ودخل وقعد، واول ما شاف ام حسن قال لها اهلا يا ام حسن. قعد وهي قامت وهي ماشية بتقول لأمي عاوزة حاجة أجيبها لك. أمي شكرتها ومشيت، وأبويا أول ما خرجت بص لأمي، سبحان الله الست دي أنا عمري ما ارتحت لها، ليه بس؟ دي غلبانة وبتسأل عليا دايما. هز راسه وسكت ودخل الحمام، وأنا قعدت مع أمي وبصت لي وقالت لي يا صباح أنت جميلة وطيبة ومفيش حد في جمالك، ومع ذلك مفيش حد اتقدم لك. قلت لها وانا مخنوقه يا امي، قلت لها اسم ونصيب. قالت لي طبعا، بس السحر مذكور في القرآن. بصيت لها وقلت انت عايزه توصلي لايه؟ لاني تعبت من الكلام. وابويا خرج من الحمام ولقاني زعلان. مالك يا صباح، اياكي زعلانه كده ليه؟ مفيش. ودخلت اوضتي وهو سأل امي فيها ايه؟ اقعد يا حاج عايز اقولك على حاجه. وبدأت تفتح الموضوع، وابويا اتعصب وقال لها سيبك من التخاريف دي، وتنتها مصرة على الموضوع ده لحد ما وافق، بس ما كانش مطمن. كنت ساكتة مش علشان موافقة، علشان انا تعبت. امي كلمت ام حسن واتفقوا على تاني يوم. الليلة دي انا ما نمتش، كل ما غمض عيني اشوف كوابيس. تاني يوم بعد العصر ام حسن جت، وامي قالت لي جهزي نفسك. دخلت غيرت وخرجنا، بس جوايا كان في احساس غريب، احساس مخليني مش هرجع تاني زي الاول. وصلنا قدام بيت عرفات ووقفت وبصيت للباب، ومن غير ما اعرف ليه حسيت ان الباب ده مش باب بيت، ده باب خطر. ام حسن خبطت على الباب وبعد لحظات الباب اتفتح، وظهرت ست كبيرة وشها مليان تجاعيد وعينها واسعة بشكل يخوف وشعرها منكوش. اول ما بصيت لي رجعت خطوة لورا. ام حسن قالت لي ما تخافيش يا صباح، دي سعاد اخت عرفات. الست فضلت بصة ليا شوية وبعد كده قالت بصوت خشن عاوزين ايه يا ام حسن؟ ام حسن قالت عاوزين عرفات. سعاد ابتسمت وقالت اتفضل. مسكت في دراع امي وانا خايفة واتخنقة. المكان جوه كان شبه المغارة، المكان ضلمة والحيطان سودا والبخور اللي كان شغال في المكان مخنق. فضلنا قاعدين وسعاد دخلت جوه وفضلت بص حواليا وقلت لأم حسن ايه المكان ده؟ ما تخافيش يا بنتي دول ناس غلابة. لا، الفقير بيته ما بيكونش كده. وفجأة خرج راجل شكله مرعب وجسمه نحيف ولحيته مش مترتبة وعينه ثابتة عليا. أم حسن قامت وقالت ازيك يا عرفات، وانا وامي وقفنا. أم حسن بصت لي وقالت ده عرفات اللي هيشوف لك العمل. عرفات قرب مني وبعد كده قدم خطوة تانية لحد ما بقى قريب خالص. حسيت بنفسه وفي ريحة غريبة طالعة منه. رفع ايده ناحية وشي
وقفت قدامه وما قدرتش اتحرك، وبص في عيني وقال بصوت واطي: انت ما اتجوزتيش علشان معمولك عمل. صباح اتخضت ورجعت ورا امها استخبت فيها. امها بصت له وكانت قلقانه: وانت عرفت منين؟ ام حسن اتدخلت في الموضوع وقالت: هو حد بيسأل عرفات انت عرفت ازاي؟ عرفات بص لأم صباح وقال لها: بنتك معمول لها عمل مش زي اي عمل، ومش اي حد يقدر يفكه، ومفيش غيري قادر يخلصها من العمل ده. ام حسن قالت: طيب والمطلوب ايه دلوقتي؟ بص لصباح وقال لها: الطاعة. ام صباح قالت باستغراب: يعني ايه الطاعة؟ عرفات قال وهو باصص لسه لصباح: يعني تسمع كلامي في كل حاجة هقولها لها من غير سؤال ومن غير اي اعتراض، واي حاجة اقولها تتنفذ بالظبط، ولو خرجت على اللي انا هقوله تبقى تنسى الجواز طول حياتها. امها ردت وقالت: صباح مستعدة تعمل اللي انت ممكن تقوله. عرفات قرب من صباح وحط ايده على راسها وقال كلام غريب، كلام اصلا ملهوش علاقة باي حد بيفك عمل. فجأة صباح صرخت صرخة قوية ووقعت على الارض. امها نزلت بسرعة علشان تقومها. عرفات زعق فيها وقال لها: انت بتعملي ايه؟ انت كده بتأذيها. امها بعدت وقلبها كان بيرتعش. فجأة صباح فتحت عينها وفاقت وجريت على امها وحضنتها. عرفات بصلهم وقال لها: تيجي بكرة انتي بعد المغرب ومعاكي صباح. بص لأم حسن وقال بنبرة واضحة: انتي لأ، هما وبس. أم حسن هزت راسها وقالت حاضر، وخرجوا بره البيت. أول ما بعدوا شوية أم صباح قالت: أنا مش هودي بنتي للراجل ده تاني، أنا مش مرتاحة له. ما ينفعش خلاص يا ام صباح، لازم نكمل علشان بنتك تتجوز، ولا انا غلطانه؟ صباح بصت لها ولا كلمه ورجعوا البيت. اول ما دخلوا ابو صباح كان قاعد. قال لها: اتاخرتوا ليه يا بدريه؟ عرفات كان بيشوف البنت وقال ان معمول لها عمل يا ابو صباح. يا نهار اسود، الكلام ده صحيح يا صباح؟ لكنها سكتت. بص البدريه وقال: مالها ما بترديش ليه يا بدريه؟ مصدومة من اللي حصل يا ابو صباح. ايه اللي حصل؟ قرأ عليها كلام ووقعت مغمى عليها. لا حول ولا قوة الا بالله، الراجل ده ما تروحولوش تاني، انا مش مرتاح للراجل ده. انا قلت نفس الكلام لأم حسن وقالت لي البنت لازم تتجوز يا ابو صباح. تتجوز ما تتجوز، بس ما نوديهاش لراجل شبه ده. يعني ايه يا ابو صباح؟ يعني تنسوا السكة دي خالص ومفيش رجوع هناك تاني خالص؟ خلاص مش هنروح يا ابو صباح تاني. بدرية حضرت العشاء ودخلت على صباح علشان تناديها. لقيتها قاعدة على السرير ظهرها للباب ووشها للحيطة وبتتكلم بصوت واطي كأن في حد قدامها. بدرية قالت: انت بتكلمي مين يا صباح؟ صباح بست وقالت لها: بتكلم مع ديمورا. بدرية اتخضت وقالت: مين ديمورا دي؟ دي صاحبتي عرفتها النهاردة. بدرية حست بقشعريرة في جسمها، خدت بعضها وجريت على جابر. الحقني يا حاج، في ايه يا بدرية؟ بنتك بتكلم حد مش موجود وبتقول دي صاحبتها. جابر طلع يجري على الأوضة وفتح الأوضة لقى صباح نايمة على السرير. بص البدرية وقال لها: انت جرى لعقلك حاجة ولا ايه؟ بدرية قربت منها وهزتها. صباح فتحت عينها وقالت لها: في ايه يا ماما؟ فين صاحبتك ديمورا؟ مين ديمورا دي يا ماما؟ ابوها قال: قومي اغسلي وشك يلا وقومي علشان نتعشى. حاضر يا ابويا. وقامت طبيعي جدا وخرجت. جابر بص البدرية وقال لها: انت لو ما بطلتيش الكلام ده انا هوديك المستشفى المجانين. وكتاب الله ده اللي حصل بالظبط يا جابر. لا حول ولا قوة الا بالله. وخرج قعد في الصالة وهو بيقعد سمع صوت صباح جاي من الحمام، صوتها واضح بتتكلم مع حد. قام وبص من ورا الباب، سمع صوت صباح وهي بتقول: لا مش دلوقتي. جابر قلبه دق، وقبل ما يقرب اكتر صباح قالت: في حاجة يا ابويا؟ انا داخل اشرب من المطبخ. ورجع الصالة وهو متوتر وقال لبدرية: الظاهر كلامك صح. ايه اللي حصل يا جابر؟ سمعتها بتتكلم، واول ما قربت لقيتها بتقولي: في حاجة يا ابويا، كأنها شايفاني من جوه. مش قلتلك فيها حاجة يا جابر؟ فجأة صباح دخلت عليهم وقالت لهم: في حاجة؟ لا يا بنتي،
يلا عشان ناكل، اقعدي على الطبلية. صباح بصت له وصرخت صرخة خلت الطبلية كلها تتهز، وقالت وهي بصة ما تقولش كده تاني. جابر وبدرية بصوا لبعض، وجابر قال وهو بيحاول يمسك نفسه: مالك يا بنتي؟ صباح كانت لسه مبرقة، عينيها مفتوحة على الآخر، وفجأة هديت وبعد كده قالت مفيش حاجة يا ابويا، واتكلمت عادي. بدرية قربت منها وقالت: انت اتخضيتي من ايه يا صباح؟ مش عارفة يا امي، وقامت داخلة اوضتها وقفلت الباب وراها. جابر بص لبدرية وقال لها: خلي بالك صباح مش طبيعية، انا اول مرة اشوفها بالحالة دي يا بدرية، وانا قلبي مش مطمن يا جابر. جابر قام من على الطبلية وقام يغسل ايده، وهو ماشي في الطرقة سمع صوت صباح جاي من الأوضة. سمعها بتقول: أنا اللي اخترت أعيش معاك ومفيش حد هيقدر يمنعني حتى لو كان أبويا. جابر من غير تفكير فتح مرة واحدة واتصدم. صباح كانت واقفة ملزوقة في الحيطة، جسمها مرفوع بطريقة مستحيل تحصل لبني آدم، وشعرها نازل على وشها ومخبي ملامحها. صابر قال بصوت مرتعش: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صباح صرخت صرخة قوية ووقعت على السرير. جابر جري عليها بسرعة وحط ايده على راسها وبدأ يقرأ قرآن. النور خف وظهر قدامه كيان اسود، ملامحه مش واضحة، قرب منه ببطء. وجابر ما بطلش يقرأ قرآن، بس صوته بدأ يتهز. الكيان وقف قدامه مباشر، وفجأة من غير ما حد يلمسه جسم جابر اتشد لفوق، رجله اتعلقت في الهواء وايده بتحاول تمسك في اي حاجة، وبص للكيان وهو مش قادر ينطق حتى كلمة واحدة. والكيان قرب من ودنه وقال بصوت مرعب: قلتلك محدش هيقدر يمنعني.